السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة ان شاء الله فيديو جميل جدا، وهنقول فيه حكاية جميلة جدا. الفترة الأخيرة انتشر كلام كتير على الفيسبوك ان دايما تلاقي بوستات كتير جدا: يا رب المواعين تموت، يا رب المواعين تموت. تمام، واحنا يعني بغبائنا بنكرر الكلام زي ما بنسمعه: يا رب المواعين تموت. نفس الكلمة اللي بتتكرر كل ما تفتحي الفيس تلاقي نفس الكلام. تمام. فهحكي لكم حكايه البنت بتقسم بالله ان ده كان حال جارتها، يعني كانت دايما بتقول الكلمتين دولت من باب الهزار يعني ومن باب الضحك. عارفين يعني ايه المواعين تموت يا جماعه؟ المواعين تموت دي يعني مفيش ناس في البيت، يعني مفيش حياه، يعني مفيش عيال، يعني مفيش بيت مفتوح في ناس بتاكل وتشرب وتوسخ. لو مفيش مواعين يعني بيت مفهوش روح، مفيش حاجه بتتوسخ، مفيش حد بيبهدل اي حاجه، مفهوش شقه، مفهوش ان هي سنه الحياه الشقه يعني. فمعنى ان انت تقولي يا رب المواعين تموت، يا رب المواعين تموت، يعني ولا حد ياكل ولا حد يشرب. صح الكلام؟ فقصة الست دي يعني ان هي بتقسم بالله ان هي كانت بتكرر الكلام ده كتير جدا جدا جدا: يا رب المواعين تموت، يا رب المواعين تموت. المهم يعني ان هي في يوم حصل حادث لابنها وبنتها وتوفوا. والله اعلم طبعا يعني. هي قصص الفيسبوك احيانا بتكون واقعية وحقيقية واحيانا لا. تمام. فبلاش نكرر كلام يا جماعة احنا مش قده، يعني كلام ما ينفعش. يعني برضو قبل كده واحدة فضلت حاطة بنتها في كرتونة وتقول: مين عايز مين عايز حاجة رمضان. والبنت طبعا كانت أمورة جدا جدا جدا. ف معانا يميش ومكسرات، ده كان البوست بالظبط اللي بتنشره. والست دي كمان بقى جت في التلفزيون، دي حقيقية حقيقية. بنتها ماتت بعدها بثلاث أيام، بنتها ماتت بعدها بثلاث أيام. فوالله العظيم يا جماعة نخلي بالنا من كلامنا، نخلي بالنا من كلامنا كويس جدا. وجود المواعين ده وجود حياة. ربنا بقى يدينا الصحة ويقوينا على المواعين. هي ما بتخلصش، طيب بس هنعمل ايه يعني؟ الحمد لله على كل حال. بس نصيحة مني والله بلاش تكرروا الكلام ده. في كلام تاني ناس، يعني في حاجات كتير جدا والله العظيم حد قال قدامي مش عايز ولاد تاني، فعلا ربنا ما رزقهوش بولاد تاني. فالكلمة بتبقى سم، الكلمة بتبقى سم. بس النهارده حبيت اشارككم الفيديو ده واحنا بنغسل برضو المواعين يعني. ربنا يخلي المواعين وننضفها وتكبر وتتكاثر وربنا يرزقكم وتجيبوا غسالة اطباق كلنا كده، ربنا يرزقنا ونجيب غسالة اطباق. يا رب الفيديو يعجبكم النهارده، فكرته جميلة جدا ومختلفة. كده انا نضفت المواعين بتاعتي كلها والكوبايات كده بحب احطها بقى في الحوض. عايزه اقول لكم ان انا لسه عملتش الرخامه، فبالتالي بعاني شويه. ما ببقاش عارفه احط فين الحاجة، بتقع مني الليفة والسلكة والصابون. تمام. فان شاء الله ربنا ييسر واعمل الرخامة. فانا بحب احط الكوبايات كده انقعها في البولة دي كده على بال ما اخلص وبغسلها في الاخر. يعني دايما الناس بتغسل الكوبايات في الاول، لكن انا بحب اغسلها في الاخر. وهدعك الحوض بتاعي كده بقى وانضفه كويس جدا جدا. اول باول كده يا جماعة ومن جوه، عشان ما يصديش او يتراكم فيه الحاجات السمراء اللي بتتراكم دي. وهوريكم شكله النهائي، بصراحة أحلى شكل تحب تشوفيه في الدنيا. يعني هو لو الحوض فاضي على طول ايه المتعة يعني؟ هو الحوض لازم يتبهدل ويتملي مواعين، واحنا بقى نتمتع واحنا بننضفه كده بقى ونلمعه وننشفه بالفوطة وتحسي ان انت سعيدة يعني. كده انا لمعته كويس جدا كده زي ما بقول لكم. لسه ما فيش رخامة فمش عارفة اتعامل قوي. تمام. عايزه اجيب برضو حاجه اعلق فيها الحاجات عند الحوض عشان تبقى قريبه مني. وان شاء الله اعمل لكم جوله برضو كده خفيفه لذيذه نشوف انا منظمه الدنيا ازاي. بس هنشف الحوض بتاعي، وطبعا دي غسلتها كويس جدا بغسلها بالسلكه. ما تنسوش تدعموا الفيديو بلايك وشير واشتراك، وتقولوا لي رايكم بقى في الكلام اللي احنا اتكلمناه مع بعض ده يا بنات. بجد بجد حد حصل عنده حاجه زي كده ولا لا؟ بلاش الكلمه دي والله العظيم كلمه مش حلوه. تفائلوا بالخير تجدوه يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحسن لحظة في الحياة. باي باي.